استاهل كم من 10. في فيديو النهاردة هنعمل اقوى تورتة موس شوكولاتة على الاطلاق. هنعملها ب2 كوب من الحليب. هنطلع النتيجة الرهيبة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. نعومة الموس بتتحدث، لا مقاستك معايا ولا في اي غلطة. كمان بأبسط طريقة، وشايفين اللمعة ونور الجليز. كمان الجليز من غير شوكولاتة، يعني أي حد يقدر إن هو يعمله. فضلا وليس أمرا، لايك ترلى الفيديو وشير، ويشرف متابعتكم. أهم حاجة اللايك والشير والتعليق الحلوة يا جماعة، عشان محدش يقولي انت ما انتش واخد حقك في التعليقات. في البداية معايا 3 عدد بيض، تمام، بدرجة حرارة التلاجة، عليهم فانيليا. نزلت عليهم ب200 جرام من السكر، ما يعادل كوباية، بالمضرب الكهربائي كده على اعلى سرعة، والبيض بحرارة التلاجة، وبأكد لحد ما البيض لونه يبقى فاتح كده معايا. في المرحلة الجاية معايا 3/4 كوب من الزيت، ما يعادل 150 جرام، على قد ما بقدر بقول كوباية وجرام اهو، بس انتوا عارفين ان انا بكتب في الكابشن كل حاجة. بنزل بيه خيط رفيع تدريجي على سرعة هادية. بعد كده معايا 150 جرام من الدقيق، جميع الأغراض ما يعادل كوب مليان. عليه كمان 60 جرام من، بعتذر، 40 جرام من الكاكاو، 4 معالق كده، تمام. و8 جرام من البيكنج باودر، نص معلقة كبيرة. بقلبهم كده يا جماعة بالمضرب برضو على سرعة هادية، مجرد المكونات ما تمتزج معايا بالشكل ده. في المرحلة الجاية هنزل ب150 جرام من المياه المغلية، ما يعادل 3/4 كوب، وبقلب كده على العالي لمدة نص دقيقة. وبعد كده معايا صاج 30 في 40 مبطن بورقة زبدة، وهبدأ أصب الخليط دايركت على فرن سابق التسخين مسبقا، درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط. بيقعد معايا من 13 ل15 دقيقة، ممكن 20. أهم حاجة أختبره بخلة تطلع نضيفة تمام كده معايا. هغطي على اسيبه يبرد خالص، وهبدأ أقشر الوش كده بصبعي، بس أهم حاجة يبرد كويس. وابدا اسلك الجوانب كده يا جماعه، عشان لما اقلبه يكون سهل معايا. وغطي عليه تاني. بعد كده معايا 700 جرام من الشوكولاته، انا شغال بشوكولاته عاديه خالص، تمام، اللي هي زي كواليتي والانواع دي. كنت شغال بتلتين حليب وتلت دارك. طبعا اصل الموس عمره ما كان لا بكريمه، ان انا مشتغله بكريمه لباني او الجو ده، هي بالشوكولاته نفسها. طبعا انا مرضتش اشتغل لا ببليكولاد ولا فاليرونا ولا الانواع دي، عشان بس تبقوا عارفين، عشان بس محدش يجي يقول لكم اللي بينقل طعم الموس الكريمه والجو ده، لا، هي الشوكولاته، تمام. والانواع اللي انا بتكلم عنها بلجيكي وايطالي وفرنسي يا جماعه، ومارتينو من ضمنهم. بعد كده يا جماعه بفرد بعد ما بقلب الكيك بتاعي، بفرده فردة بالمردان عشان اجيب بيه طوقين. قطعة مقاس 24 على قد الكادر، وقطعة 20 على قد الحشوة، عشان ما استهلكش يعني كيك كتير. في المرحلة الجاية معايا في كسرولة على النار كوبايتين من الحليب، ما يعادل 500 جرام. سايبهم كده يغلوا، ومعايا 3 صفار بيض، انا كنت حطيت الرابعة دي كانت عندي ملهاش لازمة، المقدار 3 تمام. وصفار البيض على فانيليا. وقت ما الحليب يغلي معايا برفعه كده من على النار، وببدأ انزل بالكبشة كده خط رفيع بالحليب على صفار البيض، عشان يبقى هيلث معايا وصحي. وبعد كده هنزل بيه تدريجي على الحليب، تمام. وقلبة واحدة بس على النار وبرفع، عشان ايه؟ ما يتسلقش معايا، قلبة واحدة وبرفع كده، تمام. بعد كده باخده على الشوكولاتة بتاعتي اللي محطوطة في طبق في بولة نضيفة جافة من اي نقطة مية، لحد ما يتجانسوا معايا كويس جدا يا جماعة. بسيبهم على جنب، تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. في المرحلة الجاية معايا كيلو كريمة فريش، انا كنت مشتغل بمزيج من الحيواني والنباتي، وينفع بشنطة عادي، وهكتب لكم في الكابشن ازاي. بضرب الكريمة بتاعته نص ضربة، ومنصحش اي حد مبتدئ يشتغل بكريمة حيواني في الموز بالذات، وبأكد على الحتة دي. نص ضربة كده بالشكل ده، مجرد ان هي تكون سوفت معايا. بعد كده هنزل بخليط الشوكولاتة على على الكريمة المضروبة نص ضربة، وبعد كده على مصفى. في المرحلة الجاية ناخدها قاعدة عامة، هنقلب طبعا المكونات كويس. الجيلاتين في الموس بيبقى 1 في 4، في الجليز 1 في 3. يعني معايا 20 جرام من الجيلاتين مدوبهم في 80 جرام من المية، وحاططهم على حمام مائي يفكهم، وبنزل بهم خيط رفيع كده، وبقلبهم كويس جدا. بعد كده معايا رنج مقاس او طوق 24،
مغلفه بتحت بستريتش وبفاكيوم وحاطط كيسة من تحت. باخد كده لحد نص القالب. ارتفاع الفاكيوم 6 سنتي. باخده يشد شوية في الفريزر، وبعد كده بنزل باللاير اللي هو مقاس 20 سنتي، اللي هو اللي هيبقى في الوسط ده. وهكمل باقي الموس بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. على فكرة عامل معاه 4 قبات كمان. وهديله الاندر لاير زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اتقلبت اتبهدلت بس الحمد لله ظبطتها يعني. وبسيبه في الفريزر يوم كامل. تمام. يبقى درجة حرارته -7. انا بقول المعلومات دي للناس اللي شغالة اونلاين، انما اللي شغالين في البيت ليوم كامل في الفريزر. طبعا زي ما بقول لكم عامل معاه 4 قبات. هنبدأ نحضر. آه، جلاز الشوكولاتة الاقتصادي معايا 12 جرام من الجيلاتين مدوبهم في 36 جرام من المية. 12 في 3 ب36. الجلاز بيبقى في 3. في المرحلة الجاية معايا كوب من السكر. في حلة على النار نزلت عليه كمان بنص كوب من المية وربع كوب من الكريمة أو اللبن. ولو لبن نضيف كمان معلقة كبيرة من الزبدة. تمام. مع 25 جرام من عسل الجلوكوز. معلقة كبيرة أو ممكن عسل نحل معلقة كبيرة برضو. بفضل أقلب في الخليط لحد ما يوصل للدرجة دي. بعد كده معايا 50 جرام من الكاكاو ما يعادل ربع كوب. طبعا برفعه من على النار وبقلب كده الكاكاو فيه. وبعد كده معايا 100 جرام من جيل الشوكولاتة ما يعادل نص كوب. بتباع عند أي محل خامات حلواني. بعد كده هنزل بالجيلاتين المضاف له المية اللي ما فكتوش على حمام مائي. ما تسيبوش يفك يا جماعة بخلاف الموس. وبعد كده بالهاند بلندر. وهبدأ اضرب الجليز بتاعي زي ما انتم شايفين قدامكم بالشكل ده عشان ناخد اللمعة المميزة. وقت ما درجة حرارته نزلت شوية خدته في الكب بتاع الهاند بلندر ده وقعدت اضرب فيه لحد ما ناعم معايا. غطيته ببلاستيك راب وهسيبه برضو لتاني يوم. بعد تاني يوم بحسه ان هو بقى زي الجيل وماسك. بفكه على حمام مائي. اهم حاجة درجة حرارته ما ترفعش. تمام. وهبدأ اضربه كده تاني بالهاند بلندر يا جماعة عشان اخد اللمعة المميزة اللي انتوا شفتوها. جليز اقتصادي بأقل امكانياته وبأقل تكاليفه اهو. طبعا مرضتش احط في الحشوات جوكوندو او ديكواز جوز هند او كاريمو او مرميلاد توت احمر او فيتون كرانشي او كرامبل او اي حاجة من الحاجات دي. طبعا يا جماعة خدت التورتاية طلعتها من الفريزر وقلبتها الكيك تحت وهي فوق وعلى شبك كده وصبات الجليز. وما بصبش الجليزة لما يبقى بدرجة حرارة الغرفة. والجليز اللي من غير شوكولاتة تبقى درجة حرارته 26 مئوية قبل الصب. ودرجة حرارة التورتة -7 تحت الصفر. بدأت كده افنش كده بشوية مكرون. طبعا نزلته معاكم قبل كده. وورق دهب كده ورد كنت عامله بعجينة السكر. واديت له نقطة دست كده من المنتصف. وشوية فيتين بشكل عشوائي من الأرضية. عشان ايه؟ تاخد شكل الكرامبل كده. لأن الموس بيحب العشوائية في الفينش يا جماعة. بتنقل النتيجة في حتة تانية. اللمعة والنتيجة والمستوى واضحة. طبعا شرحت إمكانية ست البيت وللبنات اللي شغالة. وفي نفس الوقت معقدتش الموضوع. فياريت بقى لايكات كتير للفيديو وشير كتير. شايفين نعومة الموس يا جماعة؟ وفايدة صفار البيض هي اللي بتدي النعومة دي. من غير صفار بيض أكني باكل جناش بالظبط للعلم. بألف هنا عليكم يا رب.